طيب احنا لسه واصلين الغرفة اللي احنا نريح فيها في الفندق علشان نحضر الايفنت بتاع كري اكسبو مع نيكون. احنا المفروض هنا 3 ايام، النهارده وبكره وبعده. النهارده هنجهز الحاجة في الفندق، بكره الايفنت 22 و23. فكملوا معانا او كملوا الفيديو عشان نشوف ترتيب اليوم بقى يمشي ازاي، او ترتيب الايفنت في ال3 ايام هيبقى عامل ازاي. طيب ايه اللي هيحصل في الايفنت في خلال اليومين اللي هو بكره وبعده؟ المفروض في هنا كده المكان بتاع المسرح هيبقى فيه ورك شوب، وهيبقى فيه توكس لاكتر من حد، كذا حد يعني، مش عايز اقول اسامي الصراحه عشان ما انساش حد. وهيبقى بالنسبه للنيكون هيبقى في هنا تجربه للكاميرات بتاعت نيكون، وفي سبيشال ان الزد ار هتبقى موجوده، الناس برضو تجربها. هيبقى معانا كذا كاميرا، معانا الزد 8، معانا الزد 6 3، معانا الزد 5 مارك 2. ايه تاني مش فاكر الصراحه، بس هيبقى معانا كاميرات كتير الناس تيجي تجرب. فهنشوف بقى اليوم بكره هيبقى ماشي ازاي. وهنا ده اللي هيبقى الستيج اللي ورايا ده كده، الستيج هنا كده زي ما احنا شايفين. انا ورايا السيت اب اهو، ده لسه ما كملش، بس الكرومه هنا اللي هيبقى عليها الحاجه. بكره بقى هنفرش كل حاجه، خليكم معانا. طيب احنا دلوقتي تاني يوم الساعة 8:30 الصبح، المفروض بنجهز علشان الايفنت. في بس كام حاجة كده نخلصها قبل ما الايفنت يبتدي علشان نبقى جاهزين، فنشرب حاجة سريعا ونروح. طيب احنا بس عشان امكانيات قليلة شوية هنا، فاحنا هنعمل ايس كوفي. فاحنا جايبين لبن عادي، ازازة مية انا متلجها، وكيس نسكافيه، وهنميكس بقى الموضوع كله مع بعض. ايس كوفي كده في الشعبي منه يعني. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. ونقفل ونرج. واتمنى انه يبقى يتحول ايس كوفي، يعني هو لسه مش شكل ايس كوفي، بس ان شاء الله يبقى ايس كوفي. طيب هنضف اللي انا عملته ده وارجع تاني. هو ابتدى ملامحه تبان شويه، خلينا نقلب كده كده. اوكي، طبعا احنا بس عشان الشمس بتطلع الدنيا لسه ورانا بس. فنتمنى النهارده يبقى يوم لذيذ. هنتابع مع بعض كده المفروض هنقابل مين، هنشوف مع بعض مين. في جنينه تحت كده، ممكن، انا عارف ان الموضوع بره الموضوع، بس في جنينه تحت كده لذيذه قوي برضه نبص عليها. طيب فنتمنى النهارده يبقى يوم لذيذ كده وخفيف. المفروض اللي هي دي توكس هتبقى بتتكلم عن ايه. هيبقى في تجربه للكاميرات الزد، هبقى ماسك انا الجزء بتاع اللايتنج او البوث اللي هيتعمل للتصوير. اتمنى اعرف اصور الفلوج او اكمل باقي الفلوج، يعني علشان لو الدنيا زحمه قوي ممكن ما اعرفش اصور قوي. فخير، وهنشوف بقى هنقابل مين هناك. اشوفكم في الايفنت. طيب احنا جهزنا السيت اب دلوقتي، هنشوف بقى احداث اليوم هتبقى ماشيه عامله ازاي. طيب احنا المفروض خلصنا السيت اب خالص وطلعنا الكاميرات وجهزنا كل حاجه. نبص مع بعض كده. وهنشوف احداث اليوم بقى تاني. طبعا السيت اب لسه قوي اهو ورانا. يلا حسين، هتصوري ايه؟
لا ده فلوج، بس انا بعمل فلوج فبقى انت اصلا مش باينه في الفوكس عشان الفوكس بس شكرا. طيب هنبدا من العكس بقى، ماشي؟ ده ايه؟ توب ريال. في ناس بتحب تصور بالنظام ده، ليه؟ لانه بينحت الوش. لو تلاحظوا كده هتلاقوا هنا. طيب ده التوب بتاعت فادي حبشي، احنا في الدور اللي فوق، او فادي في الدور اللي فوق، احنا في الدور اللي تحت. هننزل دلوقتي. دور الاسانسير غريب شويه، بس هو مفيش ارقام اهي. هنقعد ايوه بس اهي الرقم ظهر. هنرجع تاني لتحت، وده هنا في معرض معمول صور. فيروز. طيب انا قلت اجرب كده العدسه البلينا مع الزد 8. صورت بيها كده، كنا بنصور بكونتينوس، نبعد شويه كده عشان الاضاءه كده لسعت اكتر. مش خلينا كده ماشي. كنا بنصور باضاءه كونتينوس، ممكن نعمل عنه فيديو مطول. هي الكاميرا دي العدسه بلينا قريب قوي هعمل عنها فيديو مخصوص اتكلم فيه عن العدسه دي وايه امكانياتها والاوبشنات بتاعتها عامله ازاي. بس حاليا اوريكم الصور اللي انا صورتها. احنا دلوقتي معانا اللي هي الزد ار، هي لسه نازله جديد فهنجربها دلوقتي نشوف الاوبشنز بتاعتها. هي اكتر فيديو لان فيها الفايل اللي هو الار 3 بتاع الريد، هنشوفها ونشوف الكاميرا دي بتقول ايه. طيب احنا دلوقتي هنخش نشوف القاعه اللي بيتعمل فيها المحاضرات. ده زي ما باين ورايا هنا، ده المكان او المسرح اللي بيتعمل فيه محاضرات. في ده هول 1، في هول 2 او المين هول ده، وفي A وفي B. ده زي ما هو شايف ورايا، باين ورايا ثانيه كده. بس في ايه؟ طب انا جاي. لا في ريد بول، بس هنروح. يوسف لسه بيقول لي في ريد بول، هنروح نجيب ريد بول ونيجي. يا لهوي كنت اخبط يوسف. لا مش بالسمة. جامد. حبيبي حبيبي جامد. قول لي. طيب زي ما احنا شايفين ورانا كده، هي الناس بتجرب اكتر من سيت اب، وبتجرب الزد ار انت تمام. ودي هبه عادي، ودي غاده. ايوه اهي جامد. فالناس بتجرب الكاميرات الزد ار، الكاميرا الزد ار الجديده والزد 6 3، وبتغير بقى السيت اب زي ما هي عايزه، وبيعملوا اكتر من شكل. طيب احنا خلصنا كده اول يوم، كان في محاضرات كتير، كان في تجربه للكاميرا كتير. بس الناس ورانا اهي. بس المفروض احنا دلوقتي مروحين وهنيجي نكمل بكره اخر يوم. طيب النهارده اليوم ما كانش متعب قوي، هو كان طويل شويه. بكره برضه هيبقى نفس الكلام، بس بكره احتمال اليوم يبقى قصير شويه، ممكن نخلص قبل النهارده بحبه حلوين يعني. في حاجه بس عايز اقولها، موقف لسه حاصل يعني، فانا قلت اديكومنتو قبل ما انام يعني، او قبل ما نريح يعني. في حد النهارده قابلني وانا لسه كنت بصور لقطه، في لقطه كنت بصورها لقيت ما فيش صوت، فكيت بعيدها تاني لقيت حد بيوقفني بقول ازيك الاخبار، انا متابع الشغل اللي انت بتعمله، واشاد بالشغل وصورنا مع بعض، برافو عليك، الشغل اللي انت بتعمله حلو، الكونتنت بتاعك حلو، والصور بتاعتك حلوه. فانا حابب اقول فعلا ان هو حد شاطر يعني، هو انا ما كنتش اعرفه الصراحه، بس انا كنت عايز اقول فعلا يا جماعه شجعوا بعض. ان انت تشيد بشغل حد ده مش حاجه تقل منك، مش حاجه تقول ايه ده ازاي ده. انا اشكر في حد ان انا اشير له يعني. اللي بيخش عندي على الانستجرام هيلاقيني فعلا كل فتره بحب اشير لاصحابي، لو في حد عمل صوره حلوه، حد عمل بروجكت حلو، حد عمل فيديو حتى حلو، بشيره له عادي جدا. ده مش هيقل مني يعني. مش معنى ان انت بتشير شغل لناس صحابك ان انت ايه ده، لا او لا خالص. فلو انت حد شاطر شجع صاحبك، شير له شغله، علشان دي حاجه اولا هتبسطه وهتخليه يكمل، وهتخليك انت كمان تكمل، ومش هتقل منك خالص خالص خالص. هنريح النهارده وهنقفل النهارده كده، وبكره نكمل مع بعض. طيب انا هوريكم مع بعض كده. يا نهار ابيض. تمام اهو. المكان اللي احنا قاعدين فيه هو اسمه فيلا بيتونة. ده الحتة الاندور. بنطلع
السبيس بتاعته كبيرة، في جاردن كبيرة، في بول ورانا اهون، فلذيذ وهادية يعني. مكان بعيد شوية أو مش بعيد يعني، هو جوه شوية كده بس الدنيا هادية يعني، فالدنيا لذيذة. فالمفروض دلوقتي إن احنا رايحين على الفندق، نشوف تاني يوم هنشوف الأحداث بقى هتحصل إيه. هي طبعا نفس الأحداث بتاعت امبارح، هنشوف برضو مع بعض وهنتابع مع بعض. عايز ازوركم يا اهل النيل. يا اهل النيل. يا أهل النكو، يا نهار أبيض الشمس. ده المكان بتاع فندق. الصور ما فيهاش سيت اب، انا ما بسطبش صور او ما بوقفش اقول لحد يعمل ايه. انا بروح المكان وبتعرف على الناس. دي من ضمن المحاضرات بتاعت النهارده محمد ممدوح تيتو. بيتكلم عن تصوير الشارع وخبرته فيها، وبيتكلم ازاي كان اتنقل بقى للفيديوغرافي. مدام نيمار. ممكن يكون ليه علاقه بمدارس فنيه كمان بس. وهنا برضو محاضرة فادي قدسي، من الناس الشاطرين جدا في فكرة الكونسبشوال أو التصوير المفاهيمي. احنا في تاني يوم، يعتبر تاني يوم قرب يخلص خلاص. احنا المفروض الناس بنجرب اهي وبتصور، واحنا اهو هنا اهو بنلم المعدات. طيب احنا المفروض لمينا الحاجة، خلصنا وحطينا الحاجة في الكرتين نوريها لكم أو الشنط بتاعتها. وبنستعد علشان ماشيين، أو الصراحة احنا هنمشي بكرة السبت. المفروض هي اللي هتاخدها. طب قول له طيب احنا المفروض كده الايفنت خلص. هو كان ايفنت لذيذ، كان الناس بتجرب المعدات الكاميرات الجديده من نيكون، وكان في ورك شوب كتير، كان محاضرات لذيذه قوي. المفروض ان احنا كده خلصنا. اشوفكم في فلوج جديد، استنوا. سلام.